الدجاج اللذيذ خيال يا جماعة. بستخدم من ديلسيو صوص تشيبوتلي مايونيز. ديلسيو شركة عمانية. تعالوا نتبل الدجاج. حطيت عليه ليمون وزيت زيتون، مجموعة بهارات مكسيكية وملح وفلفل أسود ثوم بودرة وبابريكا، وأهم شيء صوص التشيبوتلي مايونيز اللي بيعطيه نكهة خرافية. بعد كذا خليته شوي نص ساعة، وبعدين حطيته في صاج حامي وخليته، ما قلبته في البداية، وبعدين قلبته لحد ما استوى تماما وشلته على جنب. على التورتيه حطيت التشيبوتلي مايونيز من ديلسيو، وحطيت عليه كمية راهية من الأجبان المكسيكية أو موزاريلا وتشيدر والدجاج اللي جهزته. وبعد ما كملت الكمية كلها في نفس الصاجة اللي سويت فيها الدجاج حطيت التورتية وقلبتها على الوجهين وصارت جاهزة. فتحتها وحطيت فيها الخس والطماطم، وإذا تحبون البصل ضيفوا. As an engineer, ballerina, and model, we're on a journey of firsts. first for my country. ألف عافية، جدا لذيذة ومشهية. جربوها وأكيد راح تعجبكم. من ألذ الوصفات اللي راح تحبونها. دقيت الدجاج، تبلته ملح وفلفل أسود، وبعد كذا غمسته شوي بدقيق مبهر أيضا، وهنا بيض وحليب وشوية بهارات، وأخيرا حطيتها في البقسماط. بعد ما خلصت المجموعة خليتها بالثلاجة نص ساعة. هنا بطاطا مهروسة، حطيت عليها زبدة وشوي كريمة وملح وفلفل أسود وبهارات البطاطس أو بهارات إيطالية براحتكم، وهرستها لحد ما حصلت على قوام كريمي حلو. تركتها على جنب. للصوص حطيت البصل بس يذبل شوي، أضفت عليه الماشروم والملح والفلفل الأسود، وأيضا مجموعة توليفة بهارات البطاطس. بعد كذا حطيت عليه دقيق وحركته شوي، حطيت عليه مرقة دجاج أو خضار والكريمة وخليتها تتسبك. بعد كذا بديت أقلي قطع الاسكالوب لحد ما أخذت اللون الحلو زي ما انتم شايفين. حطيتها في طبق التقديم، حطيت عليها صوص المشروم وقدمته بألف عافية. صلحتها الصينية، لكن صينية جبارة لذيذة. وتخيلوا ان هذا الرز كان من بقايا رز مصلحته وزاد، وتركته في الثلاجة. طلعته، استخدمت رز العائلة، رز بسمتي هندي طويل الحبة. كل ما هنالك أضفت عليه ذرة وكزبرة وخليته على جنب. هنا نجي للدجاج مقطع شرايح طويلة، أضفت عليه توابل فاهيتا وبابريكا ثوم بودرة بصل بودرة، مجموعة من التوابل مع الزيت والليمون. وبعد كده خليتها نص ساعة وحطيتها على النار. حطيت عليه البصل والفلفلة الملونة، ولما استوى أضفت عليه جبن كاسات وقشطة وكريمة، خليته يتسبك. الرز حطيته في صينية. بعد كذا حطيت عليه خلطة الفاهيتا بالكريمة، وحطيت عليه مجموعة من الأجبان الأربعة أو تشيدر أو موزاريلا، ورشة بابريكا، رشة أوريغانو أو زعتر على الوجه، ودخليه الفرن وبس. وبالعافية. حلا بارد سهل ولذيذ. في البداية حنضيف في القدر مغلف من كريم كراميل، ونضيف عليه علبة قشطة، نضيف كوب من الحليب السائل وعلبة من حليب المبخر. نقلب كل المكونات مع بعض بالمضرب، وما ننسى نضيف ملعقة كبيرة من القهوة. وبعد ما يسخن معانا ننزله على الصحون.